هذا الشاعر حميدان الشويعر، معروف هو من أهل القصب، وترى اسمه حمد السياري للمعلومية، صحيح. ولكن حميدان تدليع حمد، يصغرونه أهل القراية، والشويعر لأنه قال الشعر وهو صغير فسموه، صار اسمه حميدان الشويعر بدل حمد السياري. فحميدان معطيه الله حذاقة وفهم ونظرة بعيدة المدى، وكان له أصدقاء يزورهم، من ضمنهم ناس أجاويده القرية لكنهم فلاليح وضعوف وعلى قدهم، أمورهم بسيطة ولا عندهم ذاك السلاح. تسلط عليهم هكا السلطان قريب منهم من ديرة ثاني، وذاهم فانفسوا إنا لا هنا راجعون. هم حيلتهم هالمزارع مساكين يزرعون وياكلوا، وتسلط عليهم قال يقول يروح لهم رجاله ويقول النص لي والنص لكم. شلون؟ قال هلو جايز لكم ولا جيتكم، ترى بحربكم. بيذبحهم صدق، ما هو بيلعب ذا. أول سنة الله مساكين لفرحوا بالزريع وحصدوه وداسوه وطلع نعمة الله، قال ولا يوم لا وقفت وانتم كرامة والملائكة السامعين الحمير والسامعين ولها فاضية، حملها ويلا ردها عاد على هالطاغية هذا. إنا لله وإنا راجعون. وزريعنا وتعيبنا وغثانا وهل احنا قاعدين فيه نتعب فيه السنة أو موسم كامل، بس كذا بالقوة. آمنا بالله سنة سنتين 3 5 10 مرة هم حميدان تقهوى عند مير الديرة هذه، سلام عليكم السلام، ما شاء الله وش هلا الحمير اللي مزبله ذي؟ قال يا رجال هذه حمير فلان الله لا يبارك فيه، مات انت عيبنا كل ما كدينا كله. شلون؟ قال ابد والله ياخذ النص وحنا النص، حن راكدين حويه. قالوا شو علشانه؟ قال علشانه الشكوى. قال وراك يا فرعون تفرع انت؟ قال ما لقيت احد يردني عن فرعنتي. هذا سلطة مسلطها الله علينا، معه رجال ومعه خيل ومعه سلاح وربع، ولا احنا ما احنا بضده، ما احنا بضد الله، ما نقدر، ولا ما هو شجعان لكن ما هو الكثرة تغلب الشجاعة. قال ايه تبي الراي؟ قال ايه. قال رح لفلان ابن فلان في القصب، قرية عنهم شوي اللي منها حمد السياري، يعرف ربعه. قال ايه؟ قال عنده بنت اسمها فلانة، لا تعود الا وانت متملتها، خذها. قال اقول للرجال بيحاربنا وبيذبحنا وتقول رح يعرس، انت صاحي يا حميدان؟ قال لي صاحي، ما هو بشغلك، توكل على الله، تبي العلم خذه بس، غير هالكلام ما عندي لك. قال جزاك الله خير. راح وقلط على الرجال، سلام عليكم السلام، والله ما ذكرت لي بنتك فلانة. بناظر فيه قال فلانة ما تصلح لك يا فلان ابن فلان، حد معروف. قال وراه ما تصلح لي إلا مهرة بنت حصان إلا تصلح. قال يا رجال تشال وتحط تراها تزحف من ذوي احتياجات خاصة. يا سلام. هو هالحين ذكر كلام حميدان لا قال كلام خلاص قاعد تعود فيه مدرسة، واحتار ما درى انها على هالحال. قال ابيها ولو؟ قال تبيها الله يبارك لك بس ترى علمتك. قال ابد ابيها. خذها وراح بها لديرته وهي محرولة. يوم جو سنة ويريد الله وتحمل وتجيب لها كالولد. مرة حميدان يمر في السنة مرة، قال ها بشر وشلونك؟ قال امور زين. قال اخذت بنت فلان، قالوا جاء منها ولد. قال بيض الله وجهك، الحمد لله والشكر له، افعل الاسباب بس ان شاء الله يرزقكم الله منها عيال. يوم مرة السنة الجاية قال ها بشر، قال جاني منها ولدين. قال ما شاء الله تبارك الله، افلحت. قال لا زاد فقري وانا افلحت معه. هالبزران وامهم يبون عيشتنا هالحين، وحنا هذا ماخذ النص، انت صاحي. وامهم حرولها مسكين لا تشتغل ولا تنفع، ما غير مصاليتن هالبزران. نظرته بعيدة. قال قل لا اله الا الله، اصبر شوي ولا عادهم ماخذ منكم شيء. قال خير نصبر، طعناك خلاص ما عاد ينفع في الحاجة. قال في رقبتك عود، قال قد هي وزت، خذ الحرمة والعيال جو. يوم جو العيال اعمارهم 16
17 ولهم في يوم جمعة، ولهم بيصلوا الجمعة، ومعودتهم أمهم تمشط رؤوسهم عليهم شعور من أول، تمشط رؤوسهم وتحط فيهم زباد وتحط فيه ريحة زين. يوم جت تمشط رؤوسهم وهي تاخذ أنت بكرامة من التراب وتحط على رؤوسهم. ايوه هذه فيها. وتدف الاثنين. يوم التفتوا تحس قال وراه يمه، قالت كفوكم واجد عليكم. ايوه شو؟ قالت الزباد والخنه والريحه الزين خليها للعذارى اللي ما يرسمهم عذارى، اما انتم والله لا انتم رجاجيل ولا انتم بعذار، انتم الخوم. الله والله يوم الرجال شالت هدومه، منهم ارتفعت هدومه عنه من الحمق. قالوا وش تقولين هالكلام ما يقالنا، حنا عيال امير الديره وحنا خوالنا في لايقات حتيش، لكم رجاجيل ما تشوفون جماعتكم يساق حلالهم كل سنه ياخذها فلان ابن فلان وعيونكم تناظر يرخون. قال شيري علينا وش تبين نسوي؟ قالت روحوا لخوالكم وقولوا حنا مغبونين ونبي فزعتكم، انسان عمانكم ما في يدهم عتاد ورجال وسلاح، عندكم اخوالكم يوم الغنيمه انخوهم. قالوا يناظر بعضهم بعض، قال توكل على الله، وهم ينطلزون ولا يصلون الجمعه الا في القصر، ويجون خوالهم قالوا يا خوال ما في الا سلامتكم، حنا عيال اختكم، حنا عيال فلانه بنت فلان وابونا فلان ابن فلان، وحنا مغبونين في ديرتنا، وفلان ابن فلان يسوي ابنها السواس، ترضيكم؟ قالوا لا. قالوا وش عندنا امكم؟ قالوا كلنا لكم، روحوا. متى يجيكم؟ قال يجينا مثل ما تقول عقب 10 ايام. قال توكل على الله إلا جاكم ولا حنا عندكم، ولا ديرتهم تحت وفوقها النفود. يوم جو عاد اختلفوا القوالة، ناس يقولون 50 فرس وناس يقولون لا 100 فرس ومعها حصان النسود معرب. يوم جاء الرجال ولهم صافين، ويتقدم واحد من العيال ويقطع الرجال نصفين ويحط نصفه منا ونصفه منا على الحمار وانتم بكرامة فهمت في مزاود الحمار أو وزر الحمار، ويعطيه عصاوين ويعود المعزبة. قال جاء رداد الخبر للمعزب، قال جاء العيش من أهل الديرة ذيك. قالوا لا والله جاء رجالك مقطوع النصفين. قالوا شو؟ اركب عليهم اركبوا، والله ما يمسي فيهم رطب حلق. يوم أقبل على الديرة إلا الخيل فوق النفود يشوف مد انظره، قال أنا ما خبرت في هالديرة خيل ولا فرسان ولا. تغيرت الدنيا. وش جاهم ذولا؟ وين جونا من؟ راحت عاد مثل معروف، ما احنا بجايبينها علشان اسم الديرة نفسها، لا أكثر فيها الحدس والقول. لكن الكلام الفائدة منها الحرمة اللي من ذوي احتياجات الخاصة، وجاب الله منها ولدين انسنهم النمور وفكهم الله من الغبن. المخول أنا أشهد المخول، والله يعرض دساس.